عجبني الانستراكتور اكتر حاجه، وان هو بيشرح بضمير قوي، وان هو فعلا يعني بيشرح حاجه فروم سكراتش بحيث ان اي حد ما عندوش اصلا فكره عن الموضوع يبقى فاهم. انا ساره علي، عندي 26 سنه وشغاله اوبريشن كوردينيتور في كيدزانيا القاهره. اوكي، اليو اي ده هو حاجه شبه الانترفيس من بره، او الحاجه اللي انا بشوفها من بره ليها علاقه بالالوان مثلا بتاعت الابلكيشن او الاحجام الاشكال. اما اليو اكس ده ما وراء بقى اليو اي ده، اللي هو ازاي احط الحجم المناسب اللي يقدر اليوزر يستخدمه بيبقى مبسوط، او يعني عارف يستخدمه. الابلكيشن نفسها اصلا تبقى فريندلي وهو قادر يفهمها وقادر يوصل للتارجت بتاعه، ولا هو دخل تاه في الابلكيشن مش عارف يعمل فيها ايه. اوكي، كان حلو جدا. اولا كان عاجبني فكره ان احنا دايما بيبقى في تاسكات كل اسبوع، فانا مش بسيب اللي انا اخدته او مش بنساه، مش بلحق اصلا. بيكون في كمان تصحيح على الحاجات دي، فانا بعرف كمان ايه الحاجات اللي انا عملتها غلط وبقدر ان انا اصلحها او اعرف الكومنت بتاعها. دايما كمان التاسكات كانت متنوعه، فبعرف اتعلم منها كذا حاجه بشكل مختلف في وقت قصير. انا يعني حاول ان هو يخلي وقت الكورس عشان يبقى مركز فيه قوي قوي، انه يحب مثلا ياخد اليوم اجازه، او ان هو يبقى بعد شغله يبقى عنده مرتاح، واخد شارب قهوته واخد راحته على الكامل عشان يقدر ان هو يركز، لان فعلا الكونتنت اللي بيتشرح بيكون مفيد ومش ممل. يعني انا ما كنتش بحس بالوقت، فببقى عايزه ان انا ابقى مركزه على قد ما اقدر. انا اوريدي عملت كده، رشحتها الاثنين يعني رشحتها لاكتر من حد علشان الاكسبيرينس كلها كانت حلوه. فاوريدي في حد ان شاء الله هيجوين معاكم، وفي حد برضه جاي في الطريق. عجبني الانستراكتور اكتر حاجه، وان هو بيشرح بضمير قوي، وان هو فعلا يعني بيشرح حاجه فروم سكراتش بحيث ان اي حد ما عندوش اصلا فكره عن الموضوع يبقى فاهم. بلس كمان التعامل اللي في الاول خالص، اول ما كلمت الشخص عشان احجز وكده، كان في فلكسبيليتي في المواعيد، في فلكسبيليتي في الفلوس، الواي بتاعت الدفع، في كل حاجه يعني، والاوفرز، يعني كل حاجه كانت مريحاني عامه.